رشي الخل على عتبة باب شقتك وشوفي ايه اللي هيحصل. وقبل ما ابدأ معاكم عايزاك تكملي الفيديو للنهاية وتحطي اللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وقبل ما ابدأ معاكم الفيديو، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله اجمعين. صلوا على النبي يا جماعة، واللي لسه ما حطش اللايك يحطه دلوقتي حالا. انا شايفاك اهو، اللي لسه ما حطيتش اللايك انا مستنيه اللايك الجميل منك. النهارده يا جماعه هقول لكم على تجربه جميله جدا كلكم هتستفادوا منها. اولا الناس اللي بتشتكي من وجود القطط دايما قدام باب شقتها، واللي دايما اعزكم الله بتعمل حمام قدام باب الشقه، وطبعا المنظر والريحه بتبقى صعبه جدا وحاجه يعني لا تطاق. ففي ناس بتقول نحط سم، وناس تانية بتقول نحط شطة علشان القطط تاكلها وتموت على طول وتمشي من قدام باب الشقة. طب وليه يا جماعة نشيل ذنبها؟ فحرام. لا، فكرة النهاردة وهي الخل يا جماعة سحر. يعني ايه؟ يعني هنرش الخل صافي من غير تخفيف بالمية على باب الشقة وعلى الحيطان اللي موجودة قدام باب الشقة، ولو في مشاية كمان محطوطة قدام الباب بنرش عليها. يا اما بنرش من الازازة نفسها، يا اما بتحطي ببخاخ وعلى طول باستمرار بترش على باب الشقة وحوالين باب الشقة وكمان على العتبة. وصدقيني القطط مش هتيجي ناحية بابك تاني خالص، وده مكون طبيعي وموجود في بيوتنا كلنا ومش هيضرنا او هيأذينا في اي حاجة. كمان الخل ليه استخدامات كتير في بيتنا، بنستخدمه في غسيل الخضروات، بنستخدمه في غسيل الفواكه، وكمان مطهر للأسطح وللرخام عندنا في المطبخ. مطهر كمان ممكن نمسح بيه الأرضيات. وكمان مفيد لينا في كل حاجة. وكمان من أسرار الخل المفيدة عندنا في البيت إنه بيقضي على قشرة الشعر. يعني بعد ما ناخد الشاور بتاعنا ونغسل شعرنا بالشامبو كويس جدا ونشطفه، بعد كده بنحط فنجان صغير من الخل على لتر مية ونشطف بيه الشعر مرة تانية. وندلك فروة الراس بتاعتنا بالمية اللي موجود فيها الخل دي، وبيقضي على القشرة تماما. لو استعملناه مرتين في الأسبوع بيقضي على القشرة الموجودة في الشعر تماما. وكمان الناس اللي بتشتكي اللي بتقول لما بفتح باب التلاجة بحس ان في روائح غير مستحبة، يعني ريحة التلاجة مش كويسة. هقولك على فكرة حلوة جدا هتعمليها وصدقيني مش هتندمي. هنجيب علبة بلاستيك صغيرة تكون نظيفة، وهنحط فيها قطنة او منديل اللي متوفر عندك، ونحط عليها معلقة كبيرة من الخل، ونحط كام ورقة من ورق اللورة واغرزها كده في القطنة او المنديل اللي موجود عندك. وهاجي بقى واجيب العلبة دي واحطها في التلاجة، هتخلي ريحة التلاجة تحفة، وهتاخد اي روائح فيها غير مستحبة، وهتخلي ريحتها جميلة جدا، وفكرة مش مكلفة خالص وسهلة. والله يا جماعة الفيديو ده يستاهل 1000 لايك، واللي لسه ما حطش اللايك واشترك في القناة يشترك دلوقتي ويفعل زر الجرس علشان يوصل له كل جديد. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.